هنا بيت الخزف المصري في الزمالك تبع حديقة أطفال الزمالك. الخزف ده يعتبر الفخار مطلي بمادة زجاجية فبيصبح خزف. هنا كده مرحلة الدولاب دي أول مرحلة هنا في ممكن عم عادل تشتغل حاجة على الدولاب؟ اسمع عادل، تمام. التونة دي بتيجي أصلا من مصر القديمة، عبارة عن بودرة بس احنا بنجيبها جاهزة عشان خاطر بنسعى في الشغل. فطبعا بيتحط عليها مية وهي بودرة البانيو، بتقلب حلو قوي، بشكل زي عاملة زي الطحينة كده. بنسيبها تاني يوم بيبقى على الوش بيطلع مية، بنشيل المية بتتقل شوية، بنسيبها بتتقل. كل ما نسيبها كده بتاخد لها بتاع يوم ونص تتقل. بعد كده حتى لو لقيناها طريه شويه بنحط عليها طينه بودره وبتداس وتتوضب. المهم تتوضب حلو جدا قبل ما نشتغلها على الدولاب. ابتدي بقى كده تعتبر المرحله الاولى، بنبتدي نشتغلها على الدولاب هنا اهو. بعد ما بيخلص شغلنا على الدولاب بيتحرق عندنا في الفرن في حريق اللي هو الحريق الاولي، اسمه بسكوت عندنا، ده الحريق الاولي. ده كده الطبق، ده الطبق طينه بيضه، ده بعد الحرقه الاولانيه. ده بيبقى كده يعتبر حرقه الفخار الاولانيه، بيدي الرنه دي ماشي كده، بنعرف ان هو محروق الحرقه الاولانيه بعد المرحله اللي حضرتك شفتيها. الأول بمسك الطبق عندي بوسطنه على الرنج وببدأ أديله التقسيم بتاعي مثلا أو كده. تاني حاجة، في حاجة تانية، أنا دلوقتي في إخرام من ورا عشان أعلق عليها، فبوسطن، ببدأ أوسطن عشان اظبط التعليقه بتاعته او ازاي اقسمه التقسيم بتاعي. يعني انا مثلا دلوقتي بحاول اظبط الاول اظبط الدايره دي، اشوف كده باخد المنتصف، نقطه المنتصف بالظبط. اعتمد على التقسيم الهندسي دائما اللي هو التراث الاسلامي، كان بيعتمد على التقسيم الهندسي، التقسيمات الهندسيه. كل ده واخد تقسيمات هندسيه. يعني هنا مثلا سداسي، هنا هتلاقي خماسي، هنا هتلاقي سباعي. انا اقسمه تقسيمه على السداسي، ودي تعتبر يعني اسهل تقسيمه بالنسبه يعني لاي حد يعني مبتدئ او اي حد. هو ده اللي يعني ممكن بنعلمه لاي واحد مبتدئ. التقسيمه الهندسيه اللي هي السداسي بتاخد المنتصف، وبعد كده بيبقى بنفس فتحة البرجل، نفس فتحة البرجل بحدد النقط بتاعتي، الطبق بتاعي، التقسيمة على السداسي. دي ألوان أكاسيل وصبغات، وده برضه موجود بيتباعوا مكان بيعه في مصر القديمة عند الحاج عرفة، ده معروف يعني من فوق. هو اللي بيبيع الطينة وهو اللي بيبيع الألوان. بالنسبة لنا بنعرضها في محل موجود في سوق الفسطاط اسمه وليد ميد. دي المرحلة اللي بعد الرسم بيبقى بالمنظر ده. ده المرحلة اللي هو ان بعد ما بنرسم بيتم رسمه، وبعد كده بياخد رش بجليد شفاف، بنرشه بالكمبروسر جليد شفاف. بعد كده بيدخل الفرن يتحرق الحرقه الثانيه. يبقى بعد خروجه من الفرن بيبقى دي المرحله النهائيه اللي هي اصبح منتج كامل للبيع.